السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ حلقتنا ببركة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده موضوع حلقتنا يا شباب هنتكلم عن أسباب هجر الحمام للبيض بتاعه، أو ليه الحمام بيترك البيض بتاعه بيقوم قبل الفأس بيوم أو بيومين، أو ممكن بيقعد يومين ثلاثة ويقوم. في أكتر من سبب، ومع بعض كده هنبدأ هم تقريبا 4 أسباب، يعني جمعتهم أو 5 أسباب مع بعض. هنبدأ نشرحهم ونقول العلاج بالمرة يعني. اول سبب يا جماعه هو المربي نفسه، هو انت السبب. يعني انت كمربي بتبقى انت بتعمل خوف للحمام بكتره مسكك للبيض وكتره الدخول والخروج على الحمام، وكل شويه فرحان ومستعجل وعايز الحمام يفقس بسرعه، وعايز الحمام من الزغاليل تكبر وعايزها تطير وتبيض فالاستعجال ده يا جماعه بيعمل مشاكل كبيره للحمام. كلنا كنا يعني في البدايه كنا فرحانين، كنا نفسنا بيبقى عندنا الحمام مجرد ما يحص عايزينه يفقس وعايزينه يرجع يبيض تاني. فدي كلها مشاعر طبيعيه، بس احنا كده بنضر يعني حمامنا، وبنخلي حمامنا بالبلد كده بنخليه جبان، ومش بنخليه حنين على البيض بتاعه وزغاريله ويدافع عنها. لا، ده هو مجرد ما انت تدخل المكان بتاع الحمام بيفزع منك وبيهرب على طول بسببك انت. وممكن وهو بيطير ياخد الحصوتين في رجليه، فتبقى انت ولا طولت ده ولا طولت دوت، فعلشان خاطر خطأ ساذج او خطأ بسيط منك. وده طبعا الناس اللي الصغيره في السن او اخواتنا اللي لسه مبتدئين هم اكيد اللي بيعملوا يعني الاخطاء الصغيره ديت. طيب، تاني سبب الخوف يا جماعه من الاطفال، خصوصا لو انت داخل كل شويه في اطفال في المكان وعامله هرج ومرج في المكان، وفي ناس غريبه داخله المكان، جايب زمايلك كل شويه وجايب ناس داخله وناس خارجه. فطبيعي الحمام حاسس بعدم استقرار وحاسس ان هو مش قاعد مطمن وقاعد خايف. فدي بحد ذاتها برضو مشكله تانية برضو بترجع للمربي نفسه. تمام. طيب، تالت حاجه موضوع الحشرات يا جماعه، وموضوع النظافه، وموضوع الحشرات اللي موجوده في العين او في الغرفه نفسها او في العنبر بتاعك. لو انت مش بتنظف كويس او مش بتطهر كويس، وعندك سوس بقى تحت الطواجن وتحت الزغاليل، وعندك ناموس في المكان، وعندك براغيث، وطبعا صراصير، كل ده يا جماعه في كوارث. بيبقى في ناس كده يعني والله ما بتنضفش، وفي ناس يعني بيبقى عندها الريحه صعبه، وفي الاهمال كتير، وفي ناس محترمه جدا، وفي ناس بتراعي ربنا في الروح اللي عندها، وفي ناس نظيفه طبعها. فالمشاكل دي برضو موضوع الحشرات يا جماعه بيخلي الحمام يقوم يسيب بشكل عام، بيخلي اي طير يعني اي حتى لو اي كائن حي. موضوع الحشرات هو مش مطمن، هو متقرص في المكان، هو مش مستريح. وحتى لو فقس الزغاليل وطلع الزغاليل مش هياكلها كويس، مش هيراعيها كويس، هيبقى على طول بره العين بتاعته، وبره لو هو حمام طاير هيبقى بره دايما باستمرار. فالحاجات دي كلها بتبقى يعني انا شايفها ان هي اسباب يعني تبقى بترجع للمربي، بس بتعمل الخسائر عندك في المكان. طيب، الرابع سبب هو وجود الفئران او الفئران الصغيره او الحاجات اللي هي الابراس. ونخلي بالنا يا جماعه البرص الصغير ده او السحليه، تمام، انا بسميه حرامي البيض. يبقى انت عندك الحمام محصي والدنيا تمام، ومره واحده تكتشف ان البيض مش موجود، فتبقى قاعد مستغرب الحمام البيض راح فين. ده انا مقفل، ده انا ما عنديش مكان، ده انا ما عنديش عرس، ما عنديش قطط. ممكن البورس دوت او السحليه هو فعلا اللي يسرق البيض او ياكل البيض. فخلي بالنا من الحاجات الصغيره دي يا جماعه. تمام. طيب، نيجي بقى الخامس سبب واخر سبب، وهو هيكون عيب، مش عيب بقى المره دي، مش عيب مربي، هو المره دي عيب حمام، بس هيبقى يعني ليه عذره، بيكون لان الحمام بيكون لسه ما عندوش خبره، بيكون حمام لسه صغير واول عش ليه. فبالتالي ممكن الحمام ساعات يقوم يرقد ويقعد شويه اسبوع او حاجه او 5 ايام، وتلاقي الحمام طار او قام يكسر بعضه، وتلاقي الذكر بيكسر النتايه وبيجمعوا حصى تاني، وسابوا الحصويتين مع انهم يكونوا عمرانين وكل حاجه والدنيا تمام، بس هي دي قله خبره. فانت ما تقلقش، هو بيبقى دي طفرات وعادي، الدنيا بتشتغل عن تاني. تمام. وده بيبقى ذكر حامي وبيبقى النتايه شغاله والناس يعني تبقى الدنيا تمام. فدي ما تخافش منها، ان احنا بس نركز في اول 4 اسباب: موضوع الحشرات، موضوع الفئران، موضوع الناموس والبراغيث، وموضوع الاطفال اللي بتدخل في المكان. وانت نفسك كمربي ما تدخلش كل شويه تمسك في الحصوتين وتقعد تقلب فيهم وتقعد تكشف عليهم،
تقعد مستنيه ينقره. فكل الحاجات دي بتخلي الحمام يهجر البيض بتاعه، بيقوم يسيب البيض بتاعه. وخصوصا لو احنا في الشتاء، فنخلي بالنا، لان برضو موضوع الشتاء عشان خاطر الحمام يفقس بيحتاج يا جماعه درجه حراره توصل ل 37 درجه، واحنا درجه الحراره بالليل بتبقى الجو منخفض جدا، فالحمام نفسه يا جماعه بيتعب علشان يدفي الحصوتين بتوعه. فانت الله يرضى عنك ما تقومش ما تدخلش تفزع الحمام بتاعك وتخليه يسقع نفسه، الاهالي تسقع، فبالتالي البيض نفسه يسقع، فانت بتخسر نفسك بنفسك. في النهايه ما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناه، ولو في عند حضراتكم اي اسئله تحت امركم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.